يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة ما تفوته ولا صلاة، لكن مصيره جهنم. أعوذ بالله. تخيل معايا يا شيخ علي، يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة ومصيره النار. مو كلامي، كلام الله سبحانه وتعالى. من هو اللي صلى ال5 صلوات لكن تهاون بأمر واحد، انه هذه الصلوات ال5 ما يصليها في وقتها. صلاة الفجر وهو رايح للدوام، هو رايح للمدرسة، هو رايح للجامعة. طيب ايش الدليل؟ اعطيه دليل. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا وادي في جهنم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: اضاعوا الصلاة والله ما تركوها ولكن اخروها عن وقتها. الله. قال الله عز وجل في سورة الماعون آية يحفظها الصغير قبل الكبير: فويل لمين؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون هنا نقصد في السهو؟ السهو تضييعها، تأخيرها عن وقتها، عدم الخشوع، عدم الاتيان بها. السهو معناها معانيها كثيرة جدا، لكن تأخير الصلاة عن وقتها جرم كبير وكبيرة من كبائر الذنوب، مهدد صاحبه بالنار إن لم يتب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. بل الشيخ بن باز رحمه الله له فتوى في هذا المجال. سئل الشيخ رحمه الله عن الرجل يضع منبه الساعة على وقت الدوام ولا يضع على وقت صلاة الفجر، فقال الشيخ: إن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فقد كفر.